في 20 فبراير سنة 2007 حصلت جريمة في جنوب استراليا خلت الناس ما تعرفش تنام. كان في واحد ماشي على شط البحر ولمح حاجة بتتحرك في المية. لما قرب منها لقى جثة طفلة، بس المنظر كان صعب. الراجل من اللي شافه اتجمد في مكانه، ولما فاق من الصدمة جرى بسرعة وبلغ الشرطة لما وصلت لقت جثة بنت عليها آثار ضرب وكدمات ومتكتفة وغرقانة في المية. بعد التحريات عرفوا ان الجثة دي البنت اسمها كارلي ريان. السؤال هنا مين كارلي وايه اللي حصل لها، والاهم مين اللي عمل فيها كده؟ وعشان نعرف كل ده هنرجع بالزمن ورا شوية. مبدئيا كده الفيديو ده للتوعية لكل اب وام اكتر من ان هو يكون قصة بتتحكى في فيديو. طفي النور والبس السماعات وركز كويس في القصة دي ويلا نبدأ. بسم الله. كارلي ريان بنت استرالية اتولدت يوم 31 يناير سنة 1992 وكانت عايشة مع والدتها اللي اسمها سونيا في ولاية ستيرلينج في جنوب استراليا. في 2006 كارلي كان عندها 14 سنة وزيها زي أي بنت في سنها بتحب المزيكا وماشية مع الموضة، وبالأخص موضة الإيمو اللي كانت مشهورة بين المراهقين وقتها. يعني بتلبس ملابس سودة وبتحط كحل اسود حوالين عينيها وبتحط احمر شفايف اسود او احمر، ودي موضة الإيمو باختصار. يعني المهم مع بداية الانترنت وقبل شهرة الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي اللي موجودة حاليا، كان في مواقع مشهورة زي ماي سبيس وفامباير فريكس، ودي كانت اشهر مواقع التواصل الاجتماعي في الوقت ده. وكارلي كان عندها حساب على ماي سبيس بتنزل عليه صور وتسمع عليه مزيكا، وكانت عايزة تعمل علاقات وبتدور على اصحاب على الانترنت وبتشوف حد شبهها تشاركه كل تفاصيل حياتها وبتحلم تعيش قصة حب. وفي يوم من الايام لقت رسالة جايلها على الموقع من شخص عايز يتعرف عليها. بصت على صورته لقيته شاب جميل ووسيم جدا فردت عليه، ومن هنا بتبدأ الحكاية. كارلي اتكلمت معاه وعرفت ان هو شاب امريكي اسمه براندون كين وعنده 18 سنة، وساب امريكا من قريب هو ووالده ونقلوا لاستراليا وعايشين في ولاية فيكتوريا. وقال لها ان هو بيحب نفس نوع الموسيقى وموضة الإيمو اللي كارلي بتحبها، وبدأوا يتكلموا والكلام بيزيد ويعرفوا بعض اكتر. الولد كان كلامه جذاب وبيطمنها ودايما بيقول لها كلام يخليها تحس ان هو الشخص الوحيد اللي حاسس بيها وفاهمها. ما كانتش تعرف ان هو بيجر رجليها زي العنكبوت للشبكة بتاعته علشان يصطادها. كانوا الاول بيتكلموا عن المدرسة ويومها ماشي ازاي وبتحب ايه وما بتحبش ايه وهكذا، والبنت يوم ورا التاني بدأت ترتاح له أكتر وتفتح له قلبها وتحكي له أسرار أمها أصلا ما تعرفهاش. قعدوا على الحال ده لمدة 18 شهر، وبعدين أخدوا أرقام بعض وبدأوا يتكلموا في التليفون لفترة كبيرة. مع الوقت براندون عرفها على والده اللي اسمه شين كين. والده ده كان شغال حارس أمن وخلى كارلي من وقت للتاني تتكلم معاه أكتر، وشين والده بدأ يتدخل في المحادثات والمكالمات زيادة عن اللزوم. أم كارلي كانت ملاحظة كل ده وبدأت تقلق على بنتها اللي بتشوفها بالساعات قدام الكمبيوتر وبتتكلم في التليفون مع شخص ما تعرفهوش ولا شافته قبل كده. فسونيا قالت لبنتها أنا مش مرتاحة للشخص ده، ولا هو ولا أبوه، أنا حاسة إن في حاجة غلط ولازم تبعد عنهم. أمها زي ما يكون قلبها حاسس باللي هيحصل. كارلي علشان أول مرة تحب حد وتتعلق بيه فضلت تعيط لأمها وتتحايل عليها إنها ما تبعدهاش عن براندون وإن مفيش حاجة تقلق وكل الأمور هتبقى طبيعية. فأمها وافقت بس قالت لها ما تخبيش عني أي حاجة. وسونيا بدأت تراقبها ونقلت الكمبيوتر من أوضتها للمطبخ. أنا عارف إن أنت استغربت وبتسأل نفسك إيه علاقة المطبخ بالكمبيوتر بإنها تراقبها. وقتها المطبخ في بيوت كتير في استراليا كان اكتر مكان في البيت مفتوح وفي حركة. سونيا قالت قبل كده في كذا مقابلة انها كانت عايزة تخلي الكمبيوتر في مكان تقدر تراقب منه بنتها من غير ما يبان انها بتتجسس عليها، فعشان كده اختارت المطبخ. الصدمة بقى ان براندون ده ما كانش موجود اصلا. براندون ده كان شخصية وهمية على الانترنت اخترعها واحد اسمه جاري فرانسيس نيومان. يعني شخصية براندون وشين هما جاري نيومان.
من الاخر ده كان اكاونت فيك. مين هو جاري نيومان وليه بيعمل كده؟ نيومان كان راجل عنده 50 سنة وواحد محتال ومهووس بالبنات الصغيرة، وبيعمل صفحات كتير على المواقع وبيحط صور شباب شكلها وسيم علشان يضحك على البنات ويستغلهم ويتحرش بيهم. من الاخر تقدر تقول ان ده شيطان على هيئة انسان، ولسه اللي جاي هيثبت لنا ان هو اقذر انسان على وجه الارض. نيومان كان عنده ابن وكان بيجبره ان هو يكلم كارلي في التليفون على اساس ان هو براندون، وكان بيقول له يقول ايه بالظبط، وكل ده وهو قاعد جنبه. ونيومان ده كان استاذ في الاقناع وبيخلي اللي قدامه يطمن له من الكلام اللي هو بيقوله له، فعلشان كده كارلي اتشدت له وما بقتش قادرة تبعد عنه وكانت نفسها تشوفه. بس لما كانت بتطلب منه ان هما يتكلموا فيديو كول كان بيخلق اي عذر علشان خطته ما تتكشفش. بعد شهور من الكلام على الانترنت وفي التليفون، عيد ميلاد كارلي ال15 كان بيقرب، واتفقت مع براندون اللي هو نيومان اصلا ان هو يجي عيد ميلادها ويحضروا معاها وبالمرة يشوفوا بعض. بس المفاجأة ان اللي راح لها كان شين ابو براندون. فالبنت سألته اما البراندون فين وليه ما جاش؟ قال لها ان براندون تعبان شوية والدكتور قال له ما ينفعش تخرج، وانا جيت مكانه ووصاني اكون جنبك وبعتلك معايا الهدية دي. الهدية كانت عبارة عن ملابس غالية جدا بمئات الدولارات، ومن ضمن الهدايا كان في ملابس داخلية قال لها براندون هو اللي جايبها وبعتها لك. الراجل كان باين عليه من كلامه انه محترم جدا واسلوبه كان بيطمن اي حد، حتى سونيا والدتها اطمنت له جدا، وبالاخص لما شافت رخصة الشغل بتاعه وانه فعلا حارس امن. بس ما يعرفوش انه ممثل شاطر وشاطر قوي كمان. شين حب يلعب عليهم لعبة وقال لهم ان هو ما عندهوش مكان يبات في الليلة وهيشوف اي فندق قريب لان هو من ولاية تانية والمكان بعيد. بس هو في دماغه ان هو كان عايز يبات معاهم في البيت، وفعلا نجح في اللي هو عايزه. سونيا عرضت عليه ان هي تحضر له اوضة ويبات معاهم الليلة بعد عيد الميلاد ما يخلص، وهو على طول وافق. بس اثناء الحفلة بدأ يقول لكارلي انا بحبك ومش هخلي حد يقرب لي، وكان بيقرب منها وبيتحرش بيها. فكارلي قالت له انت كبير في السن وعجوز وراجل مقرف، ابعد عني، وقالت لوالدتها على كل اللي حصل. سونيا طردت شين فورا من البيت وقالت له اطلع بره انت راجل قليل الادب، وبدأت تراقب بنتها تاني تشوفها هتكلم براندون ولا لا. الراجل خرج من البيت وهو هيتجنن، قال انا يحصل معايا كده ده انا هوريكم، وقرر ينتقم منهم. في يوم 19 فبراير سنة 2007 اتصل براندون بكارلي وقال لها انا عايز اقابلك، واتفق معاها ان هم يتقابلوا عند شط مهجور في مدينة فيكتور هاربر اللي كانت بتبعد عن بيتها ب50 ميل او 61 كيلو. كارلي علشان تخرج الليلة دي كدبت على والدتها وقالت لها هروح اقعد مع واحدة صاحبتي وهبات عندها الليلة، فالام وافقت على طول لان هي مش متعودة ان بنتها اصلا تكدب عليها. كارلي لما خرجت وكانت مستنية براندون اللي هو مش موجود اصلا بالمناسبة، ولقت عربية وقفت قدامها واتفاجئت بنيومان وابنه، فركبت معاهم العربية واخدوها لشط مهجور في منطقة بورت إليوت. وهناك نيومان اعتدى عليها، ولما حاولت تقاوم ولقى صوتها هيعلى فخبطها بحديدة في دماغها. فلما لقاها وقعت على الارض وقطعت النفس بص هو وابنه لبعض وهم خايفين، فعشان مثلا ما تفوقش وتبلغ الشرطة فجه واخدها وقال انا هكمل عليها، فقام خانقها لحد روحها ما طلعت واتأكد ان هي خلاص خلصت، وبعدها جه جايب حبل من العربية وكتفها بيه ورماها في المية. سونيا تاني يوم لما لقت بنتها اتأخرت وما رجعتش فقلقت جدا وقامت مبلغة الشرطة وادتهم مواصفاتها وبدأت عمليات البحث. يوم 20 فبراير كان في واحد ماشي على شط البحر الصبح بدري ولمح حاجة من بعيد بتتحرك في المية. لما قرب لقى جثة بنت عليها آثار ضرب وكدمات ومتكتفة وغرقانة في المية. الراجل اتجمد في مكانه اصل اللي شافه مش طبيعي، المنظر كان صدمة، وأول ما فاق من الصدمة جري بسرعة وبلغ الشرطة.
ولما الشرطة وصلت لقوا الجثة بنفس المواصفات اللي سونيا بلغت عنها. لما الشرطة استدعت الأم علشان تشوف الجثة كانت الصدمة إن دي فعلا بنتها كارلي، وفورا بدأت عمليات البحث عن القاتل. أول حاجة عملوها إن هم راجعوا كاميرات المراقبة في منطقة بورت إليوت يوم 19 فبراير، ولقوا فعلا إن كارلي كانت بتركب مع رجلين عربية لونها أزرق فاتح، وفي شهود شافوها آخر مرة كانت عند الشط الساعة 9:30 مساء. بعد التحريات والبحث الشرطة وصلت لأول الخيط ونوع العربية وصلهم لجاري نيومان. وفي 3 مارس الشرطة اقتحمت منزل نيومان اللي كان مستخبي في بيت في شبه جزيرة مورنيكتون، ولقوه بيدردش مع بنت تانية عندها 14 سنة. راجل غريب تحس ان مزاجه جايبه للسن ده. واكتشفوا دفتر ملاحظات في اكتر من 200 اسم مستعار استخدمهم للتواصل مع بنات تانية. فورا اتقبض عليه وبدأ يتحقق معاه هو وابنه. طول محاكمته اللي استمرت لحد 2009 نيومان في الاول كان بينكر ان هو يعرف كارلي او حتى قابلها، بس الأدلة كلها كانت ضده، والخطوط اللي كان بيعمل منها المكالمات ورسائل الانترنت ونوع العربية اللي الكاميرات صورتها كل ده ما خلاهوش يفلت منها. وبعد الشرطة ما ضغطت على ابنه الولد قال كل حاجة نيومان كان بيعملها مع كارلي ومع غيرها. في 21 مارس سنة 2010 اتحكم على جاري نيومان بالسجن مدى الحياة مع 29 سنة بدون إمكانية الإفراج المشروط. يعني لو فكروا يفرجوا عنه مش هيشوف الشمس غير بعد 29 سنة على الأقل، ده لو فكروا يعني. وابنه تم تبرئته من جميع التهم لأنه كان قاصر وقتها واعتبروه شاهد في القضية. ولحد يومنا هذا محدش يعرف الولد ده يبقى مين لأن الشرطة ما أعلنتش عن أي بيانات عنه. سونيا بعد موت بنتها اللي عندها 15 سنة أسست مؤسسة كارلي رايان، وساهمت في ظهور قانون كارلي اللي أصدرته الحكومة الأسترالية في 2017 اللي بيجرم أي حد يستخدم الإنترنت لخداع أو إيذاء الأطفال. قصة كارلي رايان قصة توجع القلب وجرس إنذار لينا كلنا، فياريت كل أب وأم ياخدوا بالهم من عيالهم ويشوفوهم بيعملوا إيه، لأن الإنترنت عالم مفتوح ممكن يكون مفيد جدا وممكن يكون أخطر مما نتخيل. اعمل بقى لايك واشتراك وكومنت جميل زيك كده، ولو عايزنا نتكلم عن اي قصة سيبها لي تحت في الكومنتات، واستنوني في الحلقة الجاية. سلام.